السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكماج عيش السحور. هنعمله كده المنفوخ من أول واحدة لحد آخر واحدة، وفي نفس الوقت كده طري جميل جدا، ريحته مالية البيت كله. هنتكلم كمان عن طريقة تفريزه. تعالوا يلا مع بعض ندخل على الفيديو بتاعنا، بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. نسمي الله كده وندخل على الفيديو بتاعنا. أنا معايا النهاردة كوباية، بدأت إن أنا أنزل فيها كده بربع كوباية من المية الدافية. نزلت عليها كده ب2 معلقة كبيرة من السكر الأبيض، ونزلت كمان بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ودي نوعية الخميرة اللي أنا استخدمتها. في الوقت ده كده بدأت كده إن أنا أقلب كده المكونات كلها مع بعضها لحد ما السكر يدوب والخميرة كمان تندمج مع باقي المكونات. في الوقت ده كده هغطي الكوباية وهركنها كده معايا على جنب، ونتنقل للخطوة اللي بعد كده. في بولة معايا بدأت إن أنا أنزل بكوباية ونص من الحليب أو اللبن. هابدأ كده إن أنا أنزل عليهم بنُص كوباية من السمنة الدايبة، ممكن نستخدمها خليط سمنة على زيت أو زبدة على زيت زي ما تحبي. في الوقت ده كده وبالإسباتورا بدأت كده إن أنا أقلب كده المكونات كلها مع بعضها كويس جدًا، اللي هي خليط السمنة وكمان الحليب أو اللبن. قلبتهم كده مع بعض كويس جدًا. معايا هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، وسبقت كده إن أنا نخلته، بدأت كده إن أنا أنزل بنُص كمية الدقيق. نزلت كده بنُص كمية الدقيق زي ما حضرتِك كده شايفة معايا، وبالإسباتورا كده هابدأ كده إن أنا أقلِّب الدقيق مع خليط المواد السايلة، وكمان بدأت كده إن أنا أضيف نُص معلقة صغيرة مش مليان من الملح الأبيض. بدأت كده إن أنا أقلِّب كده المكونات مع بعضها، وبعد كده ما قلِّبتها والمكونات كده تجانسب، بدأت إن أنا أضيف نُص كمية الدقيق التانية. بالإسباتورا كده بدأت إن أنا أقلّبها، وطبعًا في الوقت ده كده أنا هاحتاج مَيّة كمان. فمعايا كده كوباية من المَيّة الفاترة، وأنا استخدمت الكوباية مكان اللبن. بدأت كده إن أنا أحط فيها مَيّة فاترة، ونزلت كده على العجينة بحوالي 3/4. ركنت معايا الربع معايا على جنب، وبدأت كده بالإسباتولا إن أنا أقلّب كده العجينة من تحت ومن فوق، علشان طبعًا تشرب المَيّة اللي أنا حطيتها. وطبعًا تقدري إن أنتِ تستبدلي المَيّة بالحليب وتعجنيها كلّها بالحليب. أنا عملت النهارده العجينة بتاعتي خليط كده من الحليب على المَيّة، وطبعًا بنستخدم الحليب فاتر، وكمان المَيّة بتكون فاترة. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل بالخميرة، وده شكل كده الخميرة ده بيدُل إن هي خميرة نشطة. لكن لو ما حصلش في الخميرة أي حاجة خالص وزي ما سِبناها زي ما جينا لقيناها يعني ما ارتفعتش كده ولا أي حاجة، يبقى الخميرة بتاعتنا فاسدة، نبدأ إن إحنا نستغنى عنها ونجيب نوعية تانية. في الوقت ده كده بدأت كده إن أنا أعجن العجينة بتاعتي. في أول العجن كده بيبدأ كده العجين يلم شوية كده على إيديّا. مع الاستمرار في العجن العجينة كده بتلم على نفسها، وإيديّا كده بتنضف من العجين لوحدها. وطبعًا وإحنا شغالين كده نبدأ كمان إن إحنا نعمل كده إحراف البولة، ننضفها من أي عجين موجود عليها. وطبعًا ما ننساش برضه قاع البولة نقلب العجينة كويس، عشان لو في قاع البولة دقيق يبدأ كده إن هو يندمج مع العجينة. وطبعًا في الوقت ده كده أنا ما ضفتش أي سوايل تانية خالص. العجينة لمِّت كده على نفسها وبقت بالجمال اللي حضرتِك شايفاه معايا ده. عجنت العجينة حوالي 7 دقايق، بقت معايا بالجمال اللي حضرتِك شايفاه ده. وفي نُص مدة العجن ريّحت إيديّا كده 5 دقايق، بنرجع للعجينة بنلاقيها تنقعم معانا بسرعة. وده بيكون كده شكل العجينة بتاعتي. بدأت كده إن أنا في بولة معايا بدأت إن أنا أحط كده شوية من الزيت، بدأت كده إن أنا أوزّعهم كده كويس جدًا في البولة، وحطيت العجينة بتاعتي وهاسيبها كده معايا تختمر. هاسيبها كده معايا تختمر في مكان دافي. غطيت كده المعجن بتاعي أو البولة بالبلاستيك راب، وحطيتها كده معايا على جنب تختمر. في الوقت ده كده أخدت معايا تختمر قد إيه، حوالي تِلت ساعة. كانت معايا زي الفل. ودي كمية المَيّة اللي بقيت معايا في الكوباية. يعني كمية السوائل اللي أنا استخدمتها حوالي كوبايتين ونُص، كوبايتين ونُص بمَج الشاي العادي اللي سعته 200 جرام. في الوقت ده كده ده شكل العجينة بعد ما اختمرت. بدأت كده إن أنا أنزّل كده منها أو أطلّع منها الهوا. أخدتها معايا على الرخامة، قسمتها معايا لجزئين، بدأت كده إن أنا أقطّعها بالشكل ده علشان أعملها كورات صغيّرة. أنا عايزة حجم الكورة حوالي 85 جرام. في الوقت ده كده بنبدأ كده إن إحنا ندمجها بإيدينا ونقفلها كده من تحت كويس جدًا، وما بين الإيدين كده نبدأ إن إحنا ننعّمها، وده بيكون شكلها. بنخلّص الكمية كلّها كده بنفس الطريقة.
وطبعًا مش بتاخد معانا أي وقت خالص، ودي بتبقى أحلى عجينة كماك حضرتِك تقدري تعمليها. وده شكل كده الكمية كلّها بعد ما خلّصتها في صينية كده، حطيت عليها كده رشّة خفيفة جدًا من الدقيق، بدأت إن أنا أحط عليها كده وحدات العجينة بتاعة الكماج، حطيتها كده معايا وسِبتها معايا تستريّح كده حوالي 5 دقايق. ده شكل كده الصينية بتاعتي اللي أنا هاحط عليها الكماج بعد ما أفرده، حطيت عليها كده فوط وهاسيبها كده معايا لحد كده أمّا أفرد الكماج بتاعي. في الوقت ده كده الكماج بتاعي استريّح، بدأت كده إن أنا أفرده بيتفرد كده معايا بكل سهولة. وبالنشابة كده بدأت إن أنا أستخدمها النهارده علشان طبعًا تسرّع معايا كده في مدة الفرد، بس ممكن كمان يتفرد بالإيد ويبقى زي الفل. ده كده بيبقى السمك بتاع الكماج بتاعي أنا عايزاه بالسمك ده. في الوقت ده كده باحطه معايا كده على الفوط، وبنحط كده على كل صينية رقتين بس، يعني بنحط كده على الصينية لحد ما بنملاها، وبعد كده بنحط فوطة، وبنحط فوق الفوطة وهي طبقتين بس اللي بنحطها عليها. وبنقدر كمان إن إحنا نستخدم صينية تانية. ده بيكون كده شكل الكماج بتاعي، حطيت عليها كده طبقتين، ده بيكون شكلها. في الوقت ده كده أنا عملت برضه صينية كمان وأوريكم كده شكلها، ده بيكون شكلها معايا. في الوقت ده كده هاسيبه معايا كده حوالي من تِلت لنُص ساعة كده معايا يرتاح، وبعدين كده هنقوم مشغّلين الفرن. وده شكله كده بعد ما ارتاح معايا، ده بيكون شكله معايا. شغّلت الفرن كده وحطيت فيه صاج كبير، وسِبته كده معايا يسخن كويس جدًا. أنا مشغّلة الفرن من فوق ومن تحت، ومشغّلة يد واحد بس، يعني ناحية واحدة بس في الفرن، علشان طبعًا أنا مش محتاجة غير هي، فهابدأ كده إن أنا أشغّل واحدة بس. علشان كده أنا علّيتها، لو الناحيتين شغّالين هنبدأ إن إحنا نشغّلهم ويكون النار أهدى من كده. بنبدأ كده إن إحنا نحرّك كده معانا الصاج، يبدأ كده معانا الكماج بتاعنا إن هو يقِب بالشكل ده. وطبعًا ما فيش ولا واحدة فيهم ما اتنفختش معايا، ما شاء الله اللهم بارك. عجينة جميلة، وكمان ريحته كده مالية البيت كُلّه. في الوقت ده كمان لو هتحضّريه كده أو هتسويه في فرن البوتاجاز، هتبدئي برضه إن أنتِ تعمليه بنفس الطريقة، بس هنعلّي من تحت على الآخر خالص، وكمان من فوق مع غلق باب الفرن هيبدأ معانا يقِب وياخد اللون، نبدأ إن إحنا نخرّجه نغطّيه كده بفوطة علشان يرُد من درجة حرارة الفرن. لكن أنا سويته النهارده في الفرن الغاز، ما غطّيتوش أبدًا، شايفين معايا كل واحدة كده ما شاء الله منفوخة، حاجة كده جميلة جدًا، وريحته مالية البيت كلّه. ده شكله كده كمان من جوّه، اللهم بارك. كمان نقدر إن إحنا نفرّزه ونحطه كده معانا في الفريزر، بعد ما يبرد تمامًا نعبيه في أكياس ونحطه في الفريزر، ووقت الاستخدام كده بنطلّعه نحطه على الرخامة 5 دقايق بيبقى معانا زي الفل. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.